يا مساء الخير. اليوم شنو عندي؟ اليوم الفطور طبق زبيدي مع مرقة الزبيدي. عندي 4 زبيديات، هذول الزبيدي مالت التومين. راح انظفهم واقطع الزايد وراح اشق بطنه. بس اليوم قلت ما راح احشيهم اليوم، ما لي خلق اليوم احشيهم. كم مرة سويت، مرة حشيتهم الربيان ومرة حشيتهم الحشوة العادية، هالمرة بدون حشو. راح اسويهم احلى مطبق مع المرقة. عندي هني المكونات، بعد شوي لما انظف الزبيدي راح اقول لكم مكوناتها. راح اقطع بالمقص، عندي المقص اشيل كذي، هذا ما نحتاجه، قصصه. تبي تقصصون هذا عادي كيفكم اللي تبونه، بس انا قاعد اقول خلنا اقصصه احسن، انا ما احتاجه عادي، قصه بالمقص كذي. في ناس يخلونه عادي كيفكم، تبي تخلونه تبي تقصونه اللي تبونه. وبعدين نقص هذا بالسكين احسن من المقص، وبعدين قص بطنه من هني، من هني تنظف هذا تبطل. بعد ما نظفته قصيته من هني ونظفته من داخل، الحين ايش راح اسوي؟ لازم تنشفونها من الماي، ما تقلونها وهي فيها ماي، تنشفونها من داخل من برا كلهم. تبون فوطة نظيفة وتنشفونها. بهر السمك، بهارات السمك إذا عندكم، وحطوا عليه كركم شوية، كركم وملح، بس نبهره من برا ومن داخل. صاروا كذي جاهزين عندي السمك، خليهم بس كم دقيقة. عندي هني المكونات، عندي الكزبرة وبقدونس والبصل وتمر الهندي والثوم والبهارات الناعمة اللي هي بهارات السمك، والكزبرة الناعمة واللومي الناعم، معجون طماط والطماط والليمون، فلفل بارد، الطماط الصغار، البهارات الصحيحة. عندي هنا حق العيش، هذا حق المرق، وهنا حق العيش، الثوم، زنجبيل، معجون الطماط والبصل والبهارات الناعمة. عندي بهارات سمك وكزبرة كركم واللومي وهيل ناعم وبقدونس، مو بقدونس، كزبرة، شبنت، سمنة. هذه المكونات. عندي هني زيت حق القلي، اشوفه شلون حار. الحين انزل السمكة واحدة واحدة، انزلها كذي، لا تقلبونها كل شوي، خلوها من تطبخ من تحت بعدين قلبها على الجهة الثانية. كذي صاروا جاهزين عندي. في واحدة منهم تنتفت شوية الصغيرة، بس لاني حافظت عليهم شوي، مخيطهم من هني عشان احافظ عليهم لانهم صغار مسرع راح يتنتفون، حافظت عليهم. عندي الجدر هذا حق العيش، نزلت فيه السمنة وناخذ من الزيت مال القلي للسمك، هذا المهم. هني حق المرقة، هذا حق الماء، هني حق العيش. الحين نزلت البصل احمسه لما تشوقر وياي البصل، بعدين انزل عليه المكونات. الحين انزل الثوم احمسه مع البصل، معجون الطماط، نزلت الفلفل بارد والحار احمسه، نزلت الكزبرة والبقدونس وراس الثوم والطماط
نصهم عدل، وبعدها انزل عليهم لما تغير لونها كذي انزل الماي. بعد ما نزلت الماي اخر شيء تمر الهندي. تبي تحطون تمر هندي كيفكم، ما تبي تحطون، في ناس يحطون تمر هندي، في ناس يحطون صفارة والليمون، عصير ليمون بس. وملحها وسكر عليها شوية لما تطبخ عدل. بعدين نزل عليها الزبيدية. وهذا الطماط اختياري، خلوه يطبخ يعطيكم نكهة بس. سكر عليها الحين، خلي على نار هادية تطبخ لها كم دقيقة. نسيت أهم شيء اللي نسيته، اللي هو لازم لومي والدارسين. ما عندي ناعم، حطيت الدارسين، عود الدارسين، هذول أهم شيء. عندي هني حمست البصل، حطيت البهارات الناعمة والبهارات الصحيحة بس. الحين نزل الكزبرة والشفن، نزلت الكزبرة والشفن. منها راح اخذ شوية حق الحشو. الحين انزل معجون الطماط واحمسه معاهم. الحين انزل الطماط. الطماط اختياري، في ناس ما يحبون اللي هو الطماط مع المطبق الزبيدي بس يعطي طعم، بس احمسه كذي. الحين نزل الماي الحار كذي، نزلت شوية من الماي. الحين شنو راح اسوي؟ راح انزل واحدة من الزبادية بس عشان تعطيني طعم مع العيش. هذه الطريقة خليها شوية بس على نار هادية. هني المرقة نزلت الزبادية داخل، خليها تطبخ بس، مو باقي شيء كذا. الحين نزلت العيش وشلت الزبادية من تحت بس، وخليه ياخذ بس لا يتكسر. الحين بس كذي كب الحين الماء عشان ما يتكسر العيش. ملحت العيش وعيرت الماي على نار عالية بس. خليه ربع ساعة يطبخ. الحين ايش راح اسوي؟ بس طماطتين، 5 طماطات بس كافي. خلي من ينشف سكر عليه الحين وخلي كم دقيقة. والمرقة هني، يا حلو ريحة المرقة. ننطر العيش ذي جاهز عندي. طبق الزبيدي، حطيت الزبيدي فوقه والحشو بس. كم دقائق بس ياخذ من ريحة الزبيدي والنكهة بس كذي وانشبه. وهذا انشاب العيش ما شاء الله. شوف الحبة شلون واقفة، شوفوا شلون واقفة. وهذا المطبق الزبيدي وشغل عدل، والمرقة الزبيدي الخاطرة شيء طيب. رايكم؟